فيلمنا النهارده بيبدأ في غابة بعيدة واللي بيكون عايش فيها مجموعة كبيرة جدا من الطيور الملونة، وساعتها بنشوف بغبغان صغير وهو بيتفرج على الطيور دي وهي بتغني. وقبل ما البغبغان ده يتعلم الطيران بتظهر مجموعة من الصيادين اللي بيصطادوا كل الطيور اللي موجودة في المكان، وبيكون منهم البغبغان الصغير اللي بيحبسوه في قفص وبينقلوهم كلهم في الطيارة وبيشحنوه على العربية. ولما العربية دي بتقف فجأة بيقع منها صندوق خشب، ولما بتمشي العربية بتيجي بنت صغيرة وبتفتح الصندوق وبتتفاجئ لما بتلاقي فيه البغبغان الصغير اللي بتاخده وبتحاول تهديه لما بتلاحظ انه خايف وبتحضنه علشان تطمنه. وبتعدي الايام وبيكبر البغبغان مع البنت اللي بتكبر هي كمان، وبنعرف ان اسمها ليندا، وبنعرف ان ليندا سمت البغبغان بتاعها بلو. وبنشوف بلو وهو بيساعد ليندا في كل حاجة بتعملها، وبيظهر ان بلو عايش معاها حياة سعيدة جدا. وبنشوف ليندا اللي بتكون عاملة جزء من بيتها مكتبة لبيع الكتب، وبعدها بتروح ليندا وبتقدم الفطار لبلو اللي بيكون سعيد جدا لانه شايف ان دي اجمل حياة هو ممكن يعيشها. ولما بلو بيروح يقف جنب الشباك بيشوف راجل غريب واللي بيروح لليندا وبيقول لها ان هو دكتور في علم الطيور، وبيقرب من بلو وهو منبهر بيه وبيقول لليندا ان هو جاي من البرازيل مخصوص علشان يشوف بلو. وبيعرف الدكتور نفسه ليندا وبيقول لها ان هو اسمه توليو، بيعرفها كمان ان بلو هو اخر ذكر في الفصيلة بتاعته وان هو جه علشان ياخده للبرازيل لانهم لقوا انثى من نفس الفصيلة بتاعته، وبيقول لها ان هو عاوز يجوزهم لبعض علشان يمنعوا الفصيلة دي من الانقراض. وفي البداية بترفض ليندا الفكرة لانها بتكون خايفة من السفر للبرازيل، لكنها لما بتشوف بلو بعدها وهو بيحاول يتعلم الطيران بتقرر انها تسافر مع توليو على امل ان بلو يتعلم الطيران بعد ما يختلط بالطيور. وفعلا بيركبوا كلهم الطياره اللي بتوديهم للبرازيل، ولما بيركبوا العربيه اللي هتوصلهم للمحميه بيتفرج بلو ليندا وهم مبهورين من جمال المدينه، وبيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا للمحميه الطبيعيه بتاعه توليو. وهناك بتنبهر ليندا لما بتشوف كل الطيور اللي في المكان وهي بتتجمع على توليو اللي بيقول لها ان هو بالنسبه لهم علشان كده هم بيحبوه جدا. وبعدها بيروح توليو بيفرج ليندا على باقي الطيور اللي هم انقذوهم من المهربين، وبيعرفها ان الطيور دي بقت نادره جدا بسبب ان الصيادين بيقتلوا الكبار منهم وبيبيعوا الصغيرين. وبيوريها كمان بغبغان لونه ابيض وبيقول لها ان هم لقوه من يومين وانه من ساعتها وهو خايف جدا وبيترعش. ولما ليندا بتسال توليو عن انثى البغبغان اللي اسمها جول بيقول لها توليو ان هم حاطينها في مكان لوحدها لانها انثى شقيه جدا. وساعتها بيترعب بلو لما بيشوف الدكتور المسؤول عن جول وبيكون عاوز يهرب من المكان باي طريقه، لكن توليو بياخده وبيدخله اوضه شبه الغابه. وبيظهر وقتها ان بلو خايف جدا، لكن كل ده بيتغير بمجرد ما بيشوف جول اللي بيكون منبهر جدا من جمالها، لكنها فجأة بتبدأ انها تهاجمه. فبيحاول بلو ان هو يقدم نفسه ليها، لكن جول بتسيبه وبتمشي بمجرد ما بتعرف ان هو بغبغان امريكي. وساعتها بيطلع بلو على الشجرة اللي جول واقفة عليها واللي بتوري له منها المكان اللي هي بتحاول تهرب منه، لكن بلو بيرفض ان هو يهرب معاها. وساعتها بيشغل لهم توليو اغاني رومانسية علشان يقربوا من بعض، وبيخرج هو وليندا من غرفة المراقبة. وبتظهر ليندا وهي خايفة جدا على بلو، فبيطمنها توليو بيقول لها ان في حارس موجود على المكان وان هو هياخد باله منهم. وبمجرد ما هم بيمشوا بيسمع الحارس صوت غريب في اوضه الطيور، ولما بيروح هناك بيلاقي ان البغبغان الابيض واقف على الارض وبيترعش، فبيحاول الحارس ان هو يهديه، لكن فجاه بيبدا البغبغان ده انه يهاجمه وبيوقعه على الارض وبياخد منه المفاتيح وبيروح يفتح بيها الباب. وفي الوقت ده بنشوف بلو وهو بيحاول ينام وسط الدوشه اللي جول عاملاها علشان تهرب. ولما بيروح بلو يسالها عن السبب اللي هي عايزه تهرب علشانه بتقول له جول انها مش عاوزه تقضي حياتها وهي محبوسه في قفص زيه، فبيتضايق بلو منها وبيقول لها ان ليندا هتيجي علشان تاخده في اليوم اللي بعده. فبتتعصب جول وبتقول له ان هو بيفضل انه يبقى مع انسان على انه هو يبقى مع حد من فصيلته. فبيرد عليها بلو بيقول لها ان الانسانه دي حبته واهتمت بيه لمده 15 سنه، وان اللي من فصيلته حاولت تموته في اول 15 ثانيه شافته فيهم. وفجاه بيتفتح الباب وبيدخل منه ولد صغير وبيخطف جول وبلو. ومن ناحيه تانية بنشوف ليندا وتوليو اللي بيشكرها على قبولها للعزومه بتاعته، وهما بيتكلموا بيجي تليفون لتوليو وبيعرف منه اللي حصل في المحميه. ولما بيرجعوا هما الاتنين للمحميه وبيشوفوا اللي حصل بتفضل ليندا تعيط لانها حزينه على بلو، وبتزعق لتوليو وبتلومه لانه هو السبب في اللي حصل. وبنروح بعدها لجول وبلو بعد ما اتخطفوا، بنشوف جول اللي بتحاول انها تخرج من القفص اللي هما محبوسين فيه، ولما بتفشل بتطلب من بلو ان هو يتظاهر بالموت. وساعتها بنشوف الطفل اللي خطفهم وبنعرف ان اسمه فرناندو، واللي بيكون رايح لشخص اسمه مارسيل وبيديله القفص وهو متغطي، فبيديله مارسيل فلوس، لكن فرناندو بيتضايق لانه اداله نص الفلوس بس. ولما مارسيل بيرفع الغطا من على القفص بيتضايق لانه بيلاقي ان البغبغانات ميته، وبيمسك جول وبيخرجها بره القفص، وفجاه بتعض جول من ايده وبتطير منه. وقبل ما تهرب بيمسكها البغبغان الابيض اللي كان في المحميه وبيرجعها القفص من تاني، وده بيخلي مارسيل يشكر البغبغان بتاعه اللي بيكون اسمه نايجل، وبيقول لاتباعه ان البغبغانات دي لما يبيعوها هتجيب لهم فلوس كتير جدا. وساعتها بياخدوهم اتباع مارسيل وبيسلسلوهم وبيدخلهم فرناندو لغرفه مليانه طيور تانية، وبيمشي فرناندو وهو حاسس بالذنب بسبب اللي هو عمله. وبعدها
وبعدها بيطلب مارسيل من أتباعه إن هم يجهزوا البغبغانات دي علشان هينقلوهم الصبح للمطار. وفي الوقت ده بنروح للقفص اللي بلو موجود فيه، وبنشوف جول اللي بتحاول إنها تخرج من القفص لكنها بتفشل، فبيتدخل بلو وبيفتح لها باب القفص بكل سهولة لأنه متعود يعمل كده. فبتطير جول بسرعة لكن بلو بيعطلها وبيقول لها إن هو ما بيعرفش يطير، فبيقعوا هما الاتنين على الأرض وبيحاولوا إنهم يجروا بسرعة من أتباع مارسيل اللي بيبدأوا إنهم يطاردوهم. وبيكون بلو وجول بيحاولوا إنهم يهربوا